العيد ويلا نفرح، ويمكن من الحاجات اللي كلنا بنحبها في العيد وبنستناها كحك العيد وحلويات العيد. والنهارده معانا جيهان زهران. جيهان زهران هي الشيف اللي محضره لنا النهارده كحك العيد. مش كده وبس، دي كمان محضره لنا مفاجاه في نهايه اللقاء. اهلا بيكي معانا يا جيهان. ويعني انا في اول ما شفت الكحك، هو لسه في حد بيعمل كحك؟ طبعا احنا عملنا وخلص وعملت تاني عشان خاطر الولاد وكده. يعني في اقبال عليه، يعني لسه طبعا الناس الولاد بيحبوا، لكن طبعا الولاد لسه بيحبوا انهم يحضروا معاكي وانت بتعملي وينقشوا معاكي، ويا مامي لا تعالي نعمل مع بعض البسكوت ويعملوا المكانات كده. لسه ايوه كل الحاجات دي موجوده في بيوتنا. وخصوصا ان انا كمان كنت مع اخواتي وولاد اخواتي فانبسطوا اكتر السنه دي. فرحه اللمه هي اجمل حاجه في العيد، يعني ان احنا نتجمع مع بعض. ايوه. فقبل العيد كمان انت بتجمعيهم في ان انت بتعملي الكحك. ايوه دي طبعا. كانت حاجه بتفرحنا قوي على فكره زمان، ان احنا كنا نتجمع واهالينا بيعملوا الكحك ونقعد نعمل معاهم، ومش احنا لوحدنا، يبقى احنا والجيران وناس كتير جدا متجمعين، والاهل كلهم متجمعين عشان يعملوا الكحك والبسكوت. ايوه طبعا، احنا طالعين على كده طبعا وتربينا على كده، ومطلعين عيالنا على نفس الوضع دوت وفرحتهم، وبياخدوا بيلعبوا بالعجينه وبيقعدوا ينقشوا كده وبيلعبوا بيها وبنفرح. جيهان زهران، كلميني اولا على تقاليد العيد عندك انت، عند جيهان. جيهان بتحب تعمل ايه من اول يوم العيد؟ لا انا طبعا انا بقوم، بنبقى سهرانين طول اليوم، بنروح نصلي صلاة العيد وبقعد مع اخواتي، بنتجمع مع بعضينا بعد الصلاة، بنحضر بقى الكحك والشاي بلبن، وبرجع على بيتي بقضيها نوم، وبقوم اجهز بقى الحاجة المفاجأة اللي احنا محضرينها مع بعض. مفيش طلبات للعيد؟ يعني مفيش مثلا بيبقى في طلبات للكحك والحاجات كده في العيد بتجيلك اول يوم وتاني يوم العيد وكده؟ لا، بيبقى انا بكون خلصت بقى طلبات. يعني اول يوم خلاص بيبقى خلص لا طلبات لا العيد؟ لا بيبقى خلاص طلبات ما عدا المفاجأة. المفاجأة دي حاجة لذيذة جدا. طيب خصوصا كمان ان احنا طالعين من رمضان والاكل وكده. كلميني بقى عن جيهان شويه. جيهان امتى حبت الاكل؟ امتى حبت انها تبقى شيف؟ ويعني ايه بنت تبقى شيف؟ يعني ايه؟ يعني طبعا انا عارفه ان احنا طبعا اللي بنطبخ واحنا اللي بنعمل اكلات، لكن كنا دايما متعودين ان الشيف بيبقى راجل. لما تكون بقى سيده هي الشيف اكيد بتفرق كتير جدا في الطعم وفي الشكل وفي حاجات كتير. بصي، انا من وانا صغيره انا ما كنتش بحب ادخل المطبخ نهائي خالص، وما كنتش احب اقف فيه ولا اطبخ ولا اي حاجه. طبعا انا لما جيت اتجوزت انا اضطريت ان انا اتحط في المطبخ، فده يعني قعدت طبعا اتفرج على برامج، وقعدت، وطبعا انا حواليا اخواتي واولاد اخواتي وامي كده اهوت، نفسهم كويس في الاكل، فلازم ابقى منهم. فبدات يعني اتعلم واعرف ايه الجديد، واعرف اعمل حاجات جديده. هو ده يعني بدات كده. طب ايه الجديد؟ بقيت كمان احب الادوات بتاعه المطبخ، اللي هي ابدا اجيب العجانه. ده كان يعني قصه من زمان يعني. بدات اجيب الحاجات الجديده اللي طالعه جديده، العجانه، الميكرو، الحاجات بقى، والادوات وكل حاجه. الحلل الجديده، الطاسات الجديده، كل حاجه. كلميني عن الجديد في المطبخ. ايه اللي المفروض يبقى متوفر عند كل عروسه دلوقتي داخله على بيت زوجيه جديد، وخصوصا ان احنا طبعا في العيد وفي افراح دلوقتي بتتعمل وخطوبات، وعرايس نفسهم يبتدوا يحضروا بقى مطبخهم بعد العيد؟ بصي، هو طبعا الحلل اللي هي طالعه جديده، اللي هي بدون ذكر اسماء. لا مش هقول اسماء. بالظبط. السيراميك والحاجات ديت هي حلوه وكويسه، العرايس بتفرح بيها، بس في الاخر هي بتتجرح. لا مش بتحرق الاكل، هي بتتجرح. هي ما فيش احسن من الالومنيا القديم. جميل جدا. يعني حتى التيفال، حتى السيراميك، في الاول وفي الاخر هو الالومنيا القديم هو احلى حاجه. وده بقى الاستانلس كويس. كل ما بيكون تخين وكل ما بيكون تقيل كل ما بيبقى اقيم. تمام. والحله الضغط دي مهمه جدا في المطبخ. جميل. طيب كلميني بقى عن جيهان كشيف. انت قلتي لي انت حبيتي المطبخ بعد كده. ايه اول مره فكرتي ان انت تبقي شيف بقى وتبتدي تعملي مش اكلات بس لبيتك، ده انت بداتي تعملي اكلات لغيرك؟
مش عارفه بصراحه. مش فاكره امتى؟ لا. طيب يعني امتى قررتي ان ده يبقى مشروعك؟ هو من حبي فيه، من حبي وقفتي في الاكل، يعني بدات ان بقى انا تعملي بدات ان انا افتح صفحه على الفيسبوك واعمل صفحه على اليوتيوب وصفحات التيك توك وكده. هو ده اللي بدات بيه. ايه اشهر الاكلات اللي بتحبها جيهان لنفسها الاول؟ اكتر الاكلات هي المحاشي. المحاشي. طب اكتر اكلات بتحبي تعمليها لغيرك؟ المحاشي برضه. هي كل عزومه هي لازم المحاشي، المكرونه البشاميل، الجلاش. طبعا اللحمه البارده. اللحمه البارده. طيب انت بتتفنني بقى في الحاجات دي ان انت تغيري في شكلها ازاي؟ يعني كلنا بنقدم المحاشي، كلنا بنقدم الجلاش، لكن لما نجيبها من عند شيف بتختلف في ايه؟ بتختلف في الطعم، في التست كده يعني. طيب ايه اللي يخلي الاكل معانا طعم حلو؟ التوابل طبعا هي اللي بتختلف، وكل واحده، كل شيف او واحده ربة منزل او ست بيت بتختلف عندها التوابل. في ناس بتحط توابل اللي بتطلع البهارات السبعه والحاجات دي. في ناس بتحط في اكلها بس هو الفلفل الاسود والكمون، ما بتزودش عن كده، بس سبحان الله بيطلع يعني ما شاء الله. انا عندي اخت كده. انت بتحبي ايه؟ لا انا بحب التوابل. بتحبي توابل كتير؟ طيب كلميني بقى عن اولادك في الاكلات، وخصوصا في العيد، وعايزين نعملوا حاجه سريعه كده وحلوه عشان نسعد بيها اولادنا في العيد. ايه الاكلات اللي ممكن نعملها لهم في العيد وتبقى سريعه وجميله وهم يفرحوا بيها؟ لا احنا متعودين طبعا ان احنا بناكل الرنجه والفسيخ وكده في العيد، لكن اكلات اللي هي الاكلات القويه دي لا انا ما بعملهاش. طبعا في العيد والسمك يعني والاسماك اشكال وكل اشكال الاسماك. وهم بيحبوا مني كمان الجمبري، الصينيه. طيب كلميني عن مقادير الكحك والبسكوت اللي انت بتعمليها. مقادير الكحك طبعا هو الكيلو عليه نص كيلو من السمنه، من 500 ل 550، وعليه معلقه سمسم، وعليه معلقتين سكر ايا كان بقى، اللي هو الحبيبات او الناعم، وذره الملح، ولو في والخميره الفوريه طبعا في كوبايه وفيها مدوبه فيها سكر، ولو في محلب. المحلب هو اللي بيديله بقى في طعم تست كويس قوي. بالظبط. طب البيتي فور والغريبه؟ البيتي فور الكيلو دقيق بياخد 750 جرام من الزبده. الزبده الصفراء، وبياخد 250 جرام من السكر والفانيليا، و3 صفار بيض. البسكوتات وطبعا احنا لما بنحب نزود الشوكولاته بنشيل معلقه دقيق وبنحط معلقه كاكاو اسباني. بس انا بقى ما بعملش كده، هي الشيفات بتعمل كده. انا بحط الكيلو وبزود الكاكاو، وبحط معلقه كمان من الزبده. جميل جدا. طيب البسكوت الكيلو الدقيق بياخد نص كيلو زبده او سمنه، وبياخد ربع كيلو سكر ناعم، وباخد الثلاث بياض بتوع البيتي فور عشان اوفر اكتر واكتر، واحطه في البسكويت، وباخد بيضه كامله. وصلنا بقى للمفاجاه. طبعا هتفاجئينا بايه النهارده؟ انا محضره لكم رنجه. الله. محضره لكم كذا نوع اللي كلنا بنحبها وكلنا كمصريين. طبعا الرنجه دي اساسي يعني في العيد، يعني لازم ما بنعديش العيد الا ناكلها، وطبعا ما بنختلفش. وطبعا بناكل معاها، بنبقى جايبين بقى الترمس والحمص كده يعني. طيب بتعملي الرنجه ازاي، وايه اجمل شكل ممكن نقدم بيه الرنجه في العيد؟ الرنجه كذا نوع، في كذا نوع. انا محضره النهارده سلطه الرنجه نوعين، ومحضره رنجه عاديه، ومحضره بساريه. جميل. طب اول حاجه بتختاري الرنجه ازاي؟ لما نيجي نختار الرنجه نختارها ازاي؟ بصي انا بختارها طبعا، هي النوع طبعا اولا النوع انا مش هقدر اقول الاسماء، هي دي النوع اللي بنختارها. وبختار اللي هي بعوز منه لما بقول السوبر ماركت او المحل، ببقى عايزه النوعين، اللي هي النوع الخشن اللي فيها البطروخ الخشن والبطروخ الناعم، عشان في اللي بياكل ده وبياكل ده.
علا بشكرك شكرا جزيلا، وهنكمل كلامنا لكن بعد هذا الفاصل. طبعا احنا وعدناكم ان احنا في نهاية حلقتنا النهاردة هيكون معانا مفاجأة. المفاجأة ان احنا هنقدم اكلة العيد بقى اللي هتقدمها لنا جيهان زهران. مرة تانية بنرحب بيكي من خلال البرنامج. انت قلت لنا في نهاية حلقتنا النهاردة هتكون في مفاجأة. أيوة. فانت عملت لنا بقى كل الاطباق اللي كلنا بنحبها في العيد. كلمينا عن كل الاطباق ونوريها لجمهورنا. طيب ديت سلطة رنجة معمولة محطوط عليها فلفل ألوان وجبن، جبنة موتزاريلا وجبنة، نوريها كده بس شكلها قد ايه جميل بتبقى. ومايونيز اللي على الوش. دي سلطة تانية محطوط فيها بتنجان مشوي ومحطوط فيها الخضار المشكل دوت اللي هي طماطم. يعني بعد ما عملت البتنجان شويته ببتدي اقطعه واحط أيوة. عليه بقى الخضروات سواء الطماطم او الخيار. أيوة. او الجزر. ومحطوط عليها طبعا ليمون، ودي محطوط عليها ليمون ومحطوط الطحينه. طبعا طبق الرمضان يعني العيد الجميل اللي هو لازم الترمس والحمص. طول ما انت قاعده بقى بنقعد كده مع اللب والسوداني والكحك طبعا اكيد. ودي رنجة عادية مخلية ومحطوط عليها ليمون. طيب احنا بنعمل الرنجة عشان ما تملحش مننا قوي. ايه اللي احنا نراعيه واحنا بنعمل الرنجة؟ لا احنا ما نحطهاش على النار. لا احنا اصلا في رنجة دلوقتي خلاص انت بتجيبيها متقطعة جاهزة. بتسألي الفسخاني انت عندك رنجة دلع، انت بتجيبيها دلع اصلا اوريدي. لو جبتيها دلع حادقة انت بتنزليها في ميه سخنه وبتطلعيها، بيتنزل شويه الاملاح الزياده. طبعا احنا بنحافظ برضو ان احنا ما نزودش قوي في الاملاح عشان ما نتعبش. بالظبط. اخر طبق معانا هو نفس الطبق دوت، وطبعا اللي هو عباره عن ايه؟ يعني البصل وفلفل الوان والمايونيز والطحينه والليمون. جميل. والبسارية دي عباره عن بقى بسارية متخلله وعليها ملح، عليها ليمون وزيت بس. جميل جدا. نقول لكل احبائنا المشاهدين قد ايه احنا انبسطنا معاهم النهارده. الله يخليكي. يعني انا سعيده جدا بوجودك معانا، وبشكرك جدا على كل الاطباق اللي قدمتها لنا النهارده، وبشكر كل احبائنا المشاهدين اللي كانوا معانا النهارده من خلال فقرتنا اهلا بالعيد. ويا رب دايما معيدين، ويا رب دايما كل ايامكم اعياد وافراح. بشكركم واقول لكم الى اللقاء.